اكله وقصه. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهارده البسبوسه المرمله القمر اللي انتوا شايفينها دي، عقده الملايين. هحلها لك النهارده، هتنجح معاكي من اول مره. هنعملها بالبندق، اقتصاديه جدا، سهله جدا، ومكوناتها سهله، من غير زبادي من غير لبن. هنعجنها وهنعملها وهتطلع معاكي جميله جدا. شايفين بقى، حطيت عليها بولة القشطه بقى وشويه من صوص الشوكولاته، هتطلع قمر وجميله ودايبه دوبان. تعالى اقول لك على المقادير بتاعتي وطريقتي. شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى على المقادير بتاعتنا. اول حاجه معايا هنجيب بوله وهنجيب فيها كوبايه ونص من السميد ده انا جايباه من عند العطار، مش متضاف عليه اي حاجه خالص. بعد كده معايا نص كوبايه من السكر العادي خالص اللي احنا بنستخدمه في البيت، نص كوبايه من جوز الهند. وهقول لكم كمان على قصه البسبوسه وطريقتين مختلفتين للبسبوسه دايما بعملهم. معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر. دي المكونات الجافه بتاعتنا، هنقلبهم مع بعض وبعد كده هننزل بالمكونات السائله. شايفين البساطه والسهوله؟ مفيش اي حاجه خالص يعني مكلفه نهائي. معظم الحاجات هتلاقيها في البيت، يا دوبك هتجيبي بس السميد. دي نص كوبايه من السمنه وربع كوبايه من الشربات التقيل. مهم جدا موضوع الشربات التقيل ده، هيفرق معاكي في الطعم هو والسمنه، وهتلاقيها مرمله كده وجميله. اخر حاجه معانا نص كوبايه من الميه من الحنفيه، مش سخنه ولا اي حاجه خالص. وهنقلبها مع بعض يا دوبك بس السمين يشرب بس من السمنه والشربات، وبس كده. مش مفيش اي افتكاسات ولا اي حاجه، ولا هنحط زبادي ولا لبن ولا اي حاجه خالص. هنجيب الصينيه بتاعتنا. معانا صينيه مقاس 30. انا هدهنها سمنه. في ناس بتدهنها طحينه، بتطلع عليها طعم، وبتاعت السمنه بتطلع عليها طعم. انا عملتها مره بالسمنه ومره بالطحينه، تقدري ترجعي للفيديو بتاعي موجود على القناه. الطحينه بتديها كده لسعه من تحت كده، وبتديها قرمشه كده مختلفه، انما السمنه بتخليها طريه ودايبه دوبان. جربيها وشوفي الطريقه اللي تعجبك والطريقه الاسهل بالنسبه لك. انا طبعا البسبوسه دي جربتها بطرق كتير جدا وكانت بتفشل معايا زيكم بالظبط، لحد ما وصلت للطريقه دي بتنجح معاكي من اول مره على ضمانتي. جربيها واكتبي لي تحت في التعليقات نجحت معاكي ولا لا، وهستنى تعليقاتكم وارائكم. زي ما انتم شايفين كده، على طول حطيت السميد بتاعنا على الصينيه بتاعتنا، وبدات افردها بس يا دوبك بالمعلقه لحد ما تتفرد معايا. وبعد كده هنستخدم بايدينا بقى، نبدا نبططها كده عشان تبقى داخل مع بعضها وتتماسك. طبعا البسبوسه مش زي الهريسه، البسبوسه بنحتاجها بس يا دوبك تبقى 1 سنتي، انما الهريسه بتبقى اتخن شويه. لو حابين ترجعوا الفيديو الهريسه هحطه لكم في صندوق الوصف وهتلاقوه موجود عندي في القناه. تاني حاجة بقى هنعملها علشان خاطر تبقى اقتصادية كده وجميلة وشكلها حلو. أنا هنا معايا بندق، ما استخدمتش حتى 50 جرام من البندق، استخدمت يا دوبك بندق حبة قليلين جدا، والمحلات بتعمل نفس الطريقة دي. شايفين المبشرة الحلوة دي؟ بتجيبي البندق وتبدأي تبشريه، وبعد كده تحطيه على وش الصينية، هيطلع شكله حلو وهتحسي بطعم البندق وهيطلع جميل، وفي نفس الوقت ما استهلكتيش بندق كتير وما كلفتيهاش حاجة جامدة. هندخلها على فرن على درجة حرارة 180 تاخد لون من تحت، واول ما تبدا تستوي هنشغل الشوايه تاخد لون من فوق بس، تتابعيها كده يا دوبك تاخد لون ذهبي حلو ونطلعها. البسبوسه بتاعتنا بتحتاج شربات سخن. تعالوا بقى اقول لكم على مقادير الشربات بتاعنا. معايا هنا كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، ونص ليمونه، وهنحطهم على النار زي ما اتعودنا بنعمل الشربات. هنسيبه لمده 5 دقايق. اول ما يغلي معانا هنسيبه 10 دقايق على نار هاديه، ياخد ويدي مع بعض، يعقد معانا، ونطفي عليه النار. الشربات بتاعنا بتاع البسبوسه شربات خفيف، شربات سخن. يعني اول ما البسبوسه تطلع معانا سخنه نحط عليها الشربات. زي ما انتم شايفين كده، انا عملت الشربات بعد ما دخلت البسبوسه الفرن بالظبط. التركه بقى بتاعت الشربات بتاع البسبوسه اللي بتخليه طعمه دايب وجميل، معلقه من السمنه او معلقتين من السمنه كده قبل ما تيجي تطفي النار. وزي ما انتم شايفين كده، طلعنا البسبوسه بتاعتنا وطلعت لونها جميل جدا. حطينا عليها الشربات السخن بيشربها في 5 دقايق. عايزه البسبوسه تبقى ناشفه شويه، هتسيبيها كده من غير ما تغطيها. عايزاها طريه، هتحطي عليها صينيه او اي حاجه وتغطيها، وممكن تدخليها الفرن وهو كده لسه دافي 5 دقايق، وممكن بس تغطيها على الرخامه. وبألف هنا وشفا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. انتظروني في وصفات اخرى. باي باي.